كاملة حول قضيتنا الوطنية، حيث كما تدرون أن التغلغل داخل المجتمعات المدنية. شكرا السيد الرئيس. على سبيل التقديم، أنور مزروب، رئيس المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وعضو الماستر أو الفريق البيداغوجي لماستر الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لإفريقيا بجامعة محمد الخامس. فقط إذا سمحت السيد الرئيس، من باب التفاعل ربما مع توصية هذا المجلس النوعي الذي أهنئ حوله المجلس لتفضله لإتاحة الفرصة وهذا المنبر النوعي لتبادل الآراء ربما مع بين الفاعلين الأكاديميين والفاعلين السياسيين ومختلف الفعاليات المدنية، كي أكون ربما فيما العمل الذي ربما قدم فيه مداخلة نوعية الأستاذ بالعمشي. أظن السيد الرئيس أن المطلوب هو المرور لجيل جديد من العمل الترافعي، بصفتي أيضا كاتب لمقال مؤخرا حول القضية الوطنية، المحددات التاريخية والجيوسياسية. أظن كما قلت أننا مطالبون للمرور إلى جيل جديد من العمل البرلماني والمدني، والمدخل كما تعلمون هو من هذه القبة ربما من مساءلة الحوليات هذا المجلس الموقر. منكم من يتذكر خطاب جلالة الملك مغفور الله الحسن الثاني سنة 82 و 83 من هذا المنبر، والذي دعا ما يسمى إلى إشراك السياسة الخارجية في النقاش البرلماني، وهذه كندخلها كمدخل ربما لأقول أن المساءلة البرلمانية للأداء البرلماني المغربي تبقى مدخلا أساسيا لإخراج الملف ربما من هذا، ما نقولش من هذا اللونليزمو اللي كنقولوا في الادبيات، ولكن لاعطاء الاشارات القويه للحسم النهائي. وكما تعرفون ربما من باب المساءله سابدا بها السيد الرئيس، هل منا من طرح يوما السؤال كم طلبا لدى لجنه 24 تقدمنا بها كمغرب صاحب مصلحه صاحب الحق المعترف به سنه 1963 لتقديم طلب ربما لا ديكولونيزاسيون او تصفيه الاستعمار؟ كم طلبا وجه لهذه اللجنه؟ وكم طلبا وجهناه كمغرب لديه أكثر من 60% من الدول تعترف بمغربية الصحراء أو لا تعترف بالجمهورية الوهمية. تقدمنا بها كقوة دول لطلب ما يسمى الجمعية العمومية لإدراج في جدولات أعمال دورة من الدورات إزاحة هذا الملف من اللجنة الرابعة. لذلك أظن السيد الرئيس أيضا أن المدخل يبقى أيضا بتمكين الدبلوماسية البرلمانية من وسائل عمل ملائمة وكفءة. وأظن السيد الرئيس وأنتم أدرى بشعاب مكة أن لو بروفيلاج لدى مجلس المستشارين ومجلس النواب الموقرين سيكون مدخل أساسي، وأعني بالبروفيلاج كم متخصصا في العلاقات الدولية أتحنا له فرصة الحديث في هذا الملف. وشكرا. جزيلا سي مزروب. بقوا نجم متدخلين.